السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم غنوجد معكم كيكه ديال البيستاشيو. صراحه كتجي فنه ورائعه ديال البيستاش. خليكم مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير موجوده في كل بيت، ونتمنى من الله يعجبكم. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. كما كتشوفوا المقادير جد بسيطة: 3 بيضات، نص كاس ديال السكر، كاس د الحليب، كاس د الزيت، كاس كبير ديال الدقيق، وخميرة ديال 18 غرام 16 غرام عفوا. بالنسبة هنايا كلشي غنعمل بخلاط الكهربائي، ما كاين الخلاط اليدوي. بالنسبة اللي ما عندهاش الخلاط الكهربائي يمكن لها تعمل الخلاط اليدوي. هنا كما كتشوفوا عملت 3 البيضات. بالنسبة للبيضات ماشي في النويرة. صافي هنايا كنعمل كل شيء في هذا الخلاط الكهربائي، وكنخلط ساهل ماهل ما فيهاش تعقيدات بزاف. عملت شويه د الملحه، وهنايا غادي نطحن البيضات مزيان. هذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا حتى كيرجع ابيض. وعاد كنزيد شويه ديال السكر. عملت الملحه والبيضات هنايا. بالنسبه كما كتشوفوا الخلاط الفوق غنبقى نزيد عيم الفوق بلا ما نفتح ونطفي. هنا كما كتشوفوا كنزيد السكر على حسب الذوق ديالكم. انا ما عملتش السكر كاس كامل، عملت غير النص ديالو، كاس قل ربع. بالنسبه للسكر حيتاش ما عملتش بزاف ما تجيش حلوه. بالنسبه للكريمه ديال البيستاش كتكون حلوه حتى هي. كما كتشوفوا كنطحن كل شيء. انا غادي نقرب معاكم باش يبان كل شيء. هنا كنقصوا الخفق شويه وكنبقاو نزيدو بشويه بشويه. هنا زيت الزيت كما كتشوفوا، وكنزيد غير من الفوق، ما كنطفيش الماكينه، كنخليها. هاد الخلاط الكهربائي صراحه واعر. صافي كنبقاو نزيدو بشويه بشويه الزيت حتى كنساليو الكاس اللي عندنا ديال الزيت كامل. بالنسبه اللي عندها دانون النكهه البيستاش تعملو، ولا كان مسوس تعملوه حتى هو. بالنسبه هنايا كاس ديال الحليب. انا عندي هنا دلاوج، وانتم لكم الاختيار، بغيتو تعملوه كاس عادي كتعملوه الحليب عادي ماشي مشكل. كما كتشوفوا الخليط رجع ابيض. كنبقى تخلط مزيان مزيان مزيان، ما كنطفيش عليها. هنايا غادي نعمل واحد معلقه ديال النكهه ديال البيستاش. كما كتشوفوا كتعطي اللون والنكهه ديال البيستاش. هذا متواجد في عند اللي كيبيعوا اللوازم ديال الحلويات. صراحه مزيون. كما كتشوفوا اللون ديالنا رجع اخضر ديال الكيكه. هذا هو الشكل كما كتشوفوا، كيبان بحال لافوكا. الصراحه مزيون. هنا غادي نزيد الدقيق ما يعادل 150 غرام، الكاس الكبير ماشي الكاس العنبه، الكاس كبير. وهنايا الخميره 16 غرام. وغادي نشد ونشعل عاود. صافي كنطحن مزيان. كما كتشوفوا كنطحنوها مزيان باش ما يبقاوش ديك الدقيق في الجنابات. خصنا كلشي تطحن مع بعضو، حتى ولا بقى الدقيق في الجناب كتهبطوها بشي معلقه ولا سباتولا وعاود كنرجعو نطحنوه. كما كتشوفوا انا هزت لي كاس كامل ما يعادل 150 غرام ديال الدقيق، وكنخلطوها مزيان مزيان كما كتشوفوا. صافي هنايا ها هو الخليط ديالنا وجد كما كتشوفوا.
انا غادي نشوف بالمعلقة واش هو هداك، واش خفيف واش ثقيل. اذا كان الخليط ثقيل كنزيدو له واحد 2 معالق ديال الماء، ولا كان خفيف كنزيدو له الدقيق. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الخليط ديالنا. هنايا بالنسبه جالي خفيف، وزدت له 2 معالق ديال الدقيق، وغادي نردو يتخفق شويه عاود. هنايا بالنسبه للمول، هذا المول العجيب اللي غارق كيجي عامر بكريمه شوكولات ولا كريمه ديال بيستاش ولا ديال فلور، لكم الاختيار. دهنته غير بالزبده، ما عملتلو شي دقيق. وهنا كنعلي شويه يدي في السماء، وعاد كنكب الخليط ديالنا. صافي هنايا بواحد السباتوله كنهبط الزوائد اللي عندي. بالنسبه للفران كيكون شاعل على 200 درجه. منين ندخلو كيكه ديالنا غادي نهبطوه 180 درجه غير من التحت حتى كتحمر من التحت، ونشعلو لها من الفوق. هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا. كما كتشوفوا خرجناها من الفران وقلبتها في الطبسيل. كتقلب بكل سهوله، يا سخونه يا خليتوها بارده في المول دغيا كتقلب. هنا بالنسبه الكيكه سقيتها بالحليب بارد، هي كيكه سخونه، وهنا سقيتها بالحليب بارد. ولا كانت عندكم كيكه بارده عملوا لها شويه الحليب دافي. وصافي هنايا غادي نرش فيها الكنافه. عندي محمره، كتباع اذا جاهزه ولا ما عندكمش نتوما كتحمروها في المقله مع شويه ديال الزيت حتى كتحمر، كتعطيكم اللون ذهبي. من بعد كنعملوا واحد التفريشه الاولى ديال الكنافه. من بعد هنايا عندي كريمه ديال البيستاش ذوبتها حمام مائي او حمام مريم، كنعمل لها شويه الزيت وكندوبها وكنعمرو بها الكيكه ديالنا ولا الطرطه ديالنا. كتجي عامره بكريمه ديال البيستاش كما كتشوفوا في الفيديو. كنعوضوا لها الجنيبات كاملين غير بشويه بواحد المعلقه. من بعد كنكبوا الخليط ديالنا ديال كريمه حتى كنعمروا هاد الكيكه كامله، وكتجي مزيونه، كتجي النكهه ديال البيستاش كما كتشوفوا. كما كتشوفوا الكريمه ديالنا شحال ما كانت سخونه متخليوهاش تتبرد بزاف، دغيا كتعوض راسها. كما كتشوفوا كتجي لامسه بلا ما تعوطوها بمعلقه باش كيجي السطح ديالها ملمس ومعوض. بالنسبه للكنافه محمره صافي كنعملها في الجنيبات ديالها. ما بغيتش نعمل لها الطروفه ديال البيستاش، اكتفيت غير بالكنافه وكريمه ديال البيستاش. وانتم لكم الاختيار، التزويق كما العاده كما كنقول لكم دائما، التزويق على حسب الذوق ديالكم انتم واللي متوفر عندكم. انا عملت لها هيدا وانتم لكم الاختيار. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطرطه ديال البيستاش ولا كيكه ديال البيستاش، كيكه ديال المول العجيب. صراحه كتجي مزيونه. وهنايا كندخلوها النبيره وكنخليوها حتى كتبرد مزيان، وعاد كنخرجوها ونقدموها معكم كما كتشوفوا. هنا جات تحمق كما كتشوفوا، كريمه بردات حتى الكيكه ديالنا بردات. هنايا غنقطع معكم كما كتشوفوا الكيكه كتجي معلكه بالمذاق ديال الكنافه والبيستاش. صراحه كتجي مزيونه. هذا هو الشكل ديالها من داخل، وانا ضروري ما ندوق معاكم.
كما كتشوفوا كتجي بحال شي طرف د الباستيلي، كتجي مزيونه ومعلكه وماشي حلوه بزاف. بالنسبه لعملت شي كاس ديال السكر جات هي هذيك. وهنايا غادي نقول لكم مع السلامه الى الفيديو القادم ان شاء الله. ما تنساوش لايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد. الى اللقاء.